بيكم في مطبخ فيكي. وحشتوني كتير، بقالي كتير ما نزلتش حاجه وما عملتش حاجه في القناه. بس باذن الله هنبتدي نرجع تاني. انتوا عارفين بقى الامتحانات ودوشتها. النهارده جايه لكم بوصفه جميله، هنعمل صينيه سمك في منتهى الجمال بتتبيله حلوه خالص، وكمان حشوه جميله، وهندخلها الفرن سمك خفيف كده مشوي بتتبيله وخلطه حلوه وحشوه حلوه وبالخضار. خليكم معايا بقى عشان تشوفوا هنعملها ازاي. محتاجين ايه بقى للوصفه بتاعتنا الجميله دي؟ السمك مكاريل بتاعنا اللي احنا غاسلينه ومنضفينه ومنشفينه من اي ميه. محتاجين او اي نوع سمك اللي انتوا تفضلوه يعني، او المتوفر عندكم. ومحتاجين توم، راس توم كبيره حلوه، ورق كزبره، فلفل حار اخضر، وفلفل احمر. وممكن لو عندنا هريسه خضراء وحمراء ممكن نستخدم الاثنين او نستبدلهم بالفلفل زي ما انا عملت. وعندنا ليمون وعندنا خل، وعندنا التوابل بتاعتنا الجميله بقى. عندنا ملح، عندنا جنزبيل، عندنا 7 بهارات او بهارات سمك، عندنا شطه، عندنا كاري، عندنا كزبره ناشفه، عندنا بابريكا، عندنا كمون. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الكبه بتاعتنا. في الكبه بتاعتنا كده هننزل بالثوم بتاعنا، وهننزل بورق كده كزبره حلوين، وهننزل بالفلفل بتاعنا الاخضر وتوابلنا كل حاجتنا مع بعضها كده. تعالوا نعيد التوابل تاني: ملح، شطه، 7 بهارات او بهارات سمك، جنزبيل، كاري، كزبره، بابريكا، كمون. وعندنا الليمون بتاعنا، معلقتين خل كبار. هنحط بقى معلقتين زيت كبار على الخلطه الجميله ديت. نبتدي بقى نضرب الكلام الجميل ده بس كويس. نحط كده عشان زي ما احنا شايفين بقى الجمال ده. خلطناها ونعمناها كويس زي ما انتوا شايفين كده، نعمناها كويس. وهنبتدي بقى ايه اوريكم هنعمل ايه بيها بتاعتنا الجميله دي بقى. تعالوا ننزل هنا بيها، نحطها هنا. تعالوا بقى نتبل بيها السمك بتاعنا الجميل ده اللي ملوش حل. هنعمل ايه بقى؟ ناخد كده من التتبيله بتاعتنا، نبتدي بقى نتبل السمكه بتاعتنا التتبيله الخطيره بتاعتنا ديت. بصوا عايزين كده ايه، نحشيها كلها وتتشرب التتبيله الجميله ديت. ماشي، عايزين كلها كده تبقى متشبعه بالتتبيله. انا بحب افتح السمكه للاخر زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى كلها ايه، متتبله. وهاجي احشي في الظهر كمان، عايزه الحاجات دي كلها يبقى لحمها كله متشبع بالتتبيله. نحشي كده وكمان نمشي عليها كده على اساس تبقى كلها واخده من التتبيله الجميله ديت. السمك بتاعنا الجميل زي ما احنا شايفين كده تبلناه وعملناه بالشكل الجميل دوت. تبلناه من كل النواحي، وهنسيبه بقى، هنغطيه ونسيبه في التتبيله الجميله ديت قيمه ساعه ساعتين. ما تخافوش، مش هيتهري، مش هيجراله حاجه، وهوريه لكم طبعا. عقبال بقى ما احضر الخضار بتاعي واحضر الدنيا بتاعتي، هسيبه يقعد في التتبيله كده شويه. ودي بقيه الدقه بتاعتنا احنا محتاجينها، مش بنستغنى عنها، هي البطل بتاع الوصفه. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. تعالوا بقى، سيبنا السمك بتاعنا ساعه وزياده يتبل، وزي ما انتم شايفين كده لا اتهرى ولا جراله اي حاجه، وزي الفل وشرب من التتبيله، وهيبقى طعمه مملح وفي منتهى الجمال. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل معاه الخضار اللي هنحشي بيه. عندنا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، عندنا بصل متقطع مكعبات او كيوبس، عندنا جزر مبشور، عندنا بطاطس، عندنا طماطم متقطعه كيوبس او مكعبات، وعندنا الخلطه بتاعتنا او الدقه اللي احنا تبلنا بيها السمك. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه في السمك الجميل ده. جبنا طبق كده وهنحط فيه الخلطه بتاعتنا. هننزل بالبصل بتاعنا، ننزل بالجزر المبشور، كمان بالفلفل بتاعنا الالوان احمر واخضر واصفر، ننزل بالطماطم متقطعه مكعبات برضو. نزلنا كل الخضار بتاعنا، هننزل بالدقه بتاعتنا اللي احنا حايشينها من اول الوصفه بتاعتنا، ننزل بيها بالشكل ده. وهيعتمد تتبيلنا كله في الخضار ده على ايه؟ على الدقه دي.
وهنقلب بقى الكلام ده وهندوق ونظبط الملح بتاعنا. خلصنا كده تقليب وقلبنا كويس وظبطنا الملح والليمون والتوابل بتاعتنا كويس قوي، علشان خاطر ما تنسوش ان لسه في بطاطس. ماشي. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا هنعمل فيها وهننزل فيها البطاطس بتاعتنا بالشكل دوت. نفردها كده في الصينيه كلها. ننزل اغلبيه الخلطه ديت كده مع البطاطس، الخلطه الجميله بتاعتنا ديت اللي ملهاش حل. وهنسيب شويه دول عشان احنا عايزين. وهنفرد بقى، مش هنفرد بس، لا ده احنا هنقلب البطاطس بتاعتنا علشان خاطر تتبل ويبقى تاخد من التتبيله الجميله او الخلطه الجميله اللي احنا حطيناها دي. زي ما انتم شايفين بقى جبنا الخضار بتاعنا الحلو الجميل ده كده في البطاطس بتاعتنا وخليناها اتشربت كده من الخضار ده كله والتتبيله الجميله. دلوقتي بقى هنمسك السمك بتاعنا هنعمل فيه ايه. بصوا بقى، هنجيب السمك كده وهنجيب الخلطه الجميله بتاعتنا ديت اللي احنا خليناها على جنب. هنحشي السمك بتاعنا من جوه بنفس الخلطه. ماشي. وهنرصه بالشكل الرائع دوت فوق البطاطس بتاعتنا. هنحشي بقى الخضار بتاعنا كده جوه السمك بتاعنا جوه الفتحات اللي احنا عاملينها كده. بصوا حشيناها كده خضار من كل النواحي. دلوقتي بقى هنرص كده شرايح الليمون على السمك بتاعنا، التقطيعات اللي احنا عاملينها كده واخدين بالكم، او ممكن على السمك نفسها او جواها ايه كده الليمون كده، شرايح الليمون الجميله ديت. وهنا نحط برضو شرايح ليمون. بصوا الجميل، تهيألي مفيش احلى ولا اجمل من كده. ديت اللي ملهاش حل. هنجيب عليها بس شقشاق كوبايه ميه، احطها كده عشان انا قررت ان انا اخدها غلوه على النار. ماشي، كوبايه واحده اخدها غلوه كده على النار علشان خاطر اضمن ان كل حاجتي تستوي وتبقى السمكه جوسي، ما اضطرش ان انا اطول الوقت في سواها في الفرن فتنشف مني. فانا عايزاها تاخد غلوه كده وتبتدي في السوا وادخلها الفرن تاخد لون فيبقى شكلها في منتهى الجمال. يلا بينا. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. السمك بتاعنا بعد ما خلص بقى بالشكل الجميل دوت، اخد لون حلو قوي والخضار زي ما انتم شايفين. تهيألي وصفة بتتحدث عن نفسها. مش قادرة اقول لكم على الريحة، بالتأكيد طعمها يجنن. جربوا السمك بالطريقة ديت هيعجبكم كتير. قدمنا معاه سلطة خضراء وقدمنا معاه الرز. هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. يا رب الوصفة تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، فعلوا الجرس وتابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكي's كيتشن، وتابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي's كيتشن. ميرسي لكم.